رجل عبد الله سبحانه وتعالى 70 عام، ولكن في التالي غادي يموت ساجد للشيطان. هذه هي اللي كتسمى بسوء الخاتمه. علاش ربي سبحانه وتعالى ختم ليه بهذه الخاتمه هذه من بعد كاع ديك السنوات ديال العباده الله سبحانه وتعالى؟ وشنو هذه المعصيه الكبيره اللي خلات الله سبحانه وتعالى انه يقبض له الروح ديالو وهو ساجد للشيطان؟ هادشي كامل غادي نعرفوه في هذا الفيديو هذا. داكشي علاش خليك معايا في هذا الفيديو، غادي تعرف بزاف وغادي تفهم بزاف د الحوايج. القصه ديالنا الشباب كانت في بني اسرائيل، وبالضبط في زمن الفتره من بعد سيدنا عيسى عليه السلام وقبل من سيدنا محمد عليه السلام. هاد القصه هذه كانت مع واحد السيد سميتو بيرسيسا. هاد السيد هذا كان عابد لله سبحانه وتعالى، كان كيعبد الله بلا ملل ولا كلل، وكان عايش بوحدو. والشيطان نعله الله ما كانش كيلقى الطريق باش يدوز ليه، باش يغويه بالدنيا ولا يغويه بالنساء ولا باي حاجه. الشيطان ما كانش عارف الطريق اللي يدوز لهذا السيد هذا. ولكن واحد النهار واحد ثلاثه ديال الدراري كانوا عايشين في القبيله اللي مع هذا السيد هذا، كانوا بغاو يسافروا في التجاره ديالهم، ولكن كان عندهم واحد الاخت باقا صغيره. هذيك اختهم ما عرفوش مع من يخليوها. هنا بقاو كيفكروا مع من غادي يخليوها، وهي طاح عليهم واحد الفكره انهم يمشيو عند هذا السيد العابد ويوصيوه على الاخت ديالهم. وخا يبقى يرد لها غير البال، مشاو لعندو وبقاو كيطلبوه انه يرد البال الاخت ديالهم. ولكن هذا السيد هذا ما بغاش وقال لهم انا ما نقدش نتحمل هذه المسؤوليه هذه. ومن بعد ما بقاو كيطلبوه لواحد المده، بالتالي غادي يوافق. وهنا الشيطان غادي يلقى الفرصه باش انه يدوز لهذا السيد هذا، هو انه غادي تصيف ليه في صفه رجل صالح، وغادي يجي يبقى يهضر معاه. حتى النهار هذاك الرجل العابد برصيصه غادي يقول لك الشيطان اللي في صفه الرجل الصالح انه راه واحد ثلاثه ديال الدراري موصينو على واحد الاخت ديالهم وخاصو يبقى يهتم بها. هنا ديك الشيطان غادي يقول ليه انت تبقى دير لها الطعام للدار ديالها، وهي تحطوا لها في الباب وتولي بحالك ما تهضرش معاها. هاد الفكره عجبات ديك السيد العابد، وقال ليه صافي هذه فكره مزيانه. لا غد ليه هز الطعام ومشى عند ديك البنت هذيك ودق عليها وحط لها الطعام ومشى بحاله، ما هضرش معاها وبقى مده على هذا الحال. حتى جا عاوتاني ديك الشيطان في صفه الانسان وقال ليه دابا انت ياك كتحط لها الطعام وكترجع بحالك، علاش ما تسولهاش تشوفها مالها، واش خاصها شي حاجه؟ راه تقد هي تكون كتحشم وما تقول لك شنو باغا. هذاك الرجل الصالح عجباتو الفكره وقال علاش لا، انا نهضر معاها وهي من الباب ما نشوفها ما تشوفني. داكشي اللي دار. لا غد ليه مشى عندها وحط لها الطعام وهضر معاها وقال لها واش خاصك شي حاجه. هنا غادي تقول ليه هي راه ما خاصني حتى حاجه، ورجع بحاله. بقى على هاد المده كيهضر معاها مورا الباب. هنا الشيطان غادي يجي وغادي يدير الخطوه الثانيه ديالو، وغادي يمشي عنده عاوتاني في صيف ديك الرجل الصالح. قال ليه دابا انت كتهضر معاها مورا الباب، علاش ما تدخلش لعندها وتاكد بعينيك انها راه في حاله جيده وما خاصها حتى حاجه؟ داكشي اللي دار عاوتاني برصيصه، مشى عندها لا غد ليه ودا لها الطعام ودق عليها وسولها، وهاد المره دخل لعندها. وهنا غادي تكون اول مره غادي يشوف ديك البنت، وديك البنت كانت زوينه بزاف. وهنا الشيطان غادي يلقى الطريق ديالو، غادي يبقى كل نهار برصيصه كيمشي عندها وكيدخل عندها وكياكل هو وياها. وحنا عارفين الا كانوا شي جوج الشيطان هو الثالث بيناتهم. هنا الشيطان غادي يدير الخطوه الرابعه ديالو وغادي يوقع بيناتهم في الزنا وغادي يوقعوا في الحرام. هنا برصيصه غادي يتلف وما غاديش يعرف شنو غيدير. دازت واحد المده ديك البنت غادي تحمل وغادي تجي عنده وغادي تقول له يا برصيصه انا دابا راني حامله منك وخاصنا نلقاو شي حل لهذا الشيء اللي وقع بيناتنا. هنا برصيصه ما عرفش شنو غيدير وبقى تالف حتى النهار غادي تولد ديك الفتاه. هنا غيجي عنده ديك الشيطان عاوتاني بصفه الانسان وغادي يقول ليه دابا انت وقعتي في الفاحشه واللي عطا الله عطاه، وخايف لا خوتها يرجعوا ويعرفوا شنو درتي بالاخت ديالهم. شوف غادي تقبض ديك الدري وغادي تقتلو وغادي تقتل معاه حتى هذيك البنت، وغادي تمشي لشي بلاصه بعيده وغادي تدفنهم وغادي تهنى من هذا المشكل. هنا ديك برصيصه غادي تعجبو هذه الفكره وغيطبق هذا الشيء، غيمشي وغيقتل ديك الدري وغيقتل حتى الام ديالو وغيمشي لواحد البلاصه بعيده وغادي يدفنهم. هنا عند بالو انه راه تهنى من هذا المشكل، ولكن دازت واحد المده وخوتها غادي يرجعوا وغادي يسولوه على الاخت ديالهم. هنا برصيصه غادي يقول لهم بان راه الاخت ديالكم ماتت بواحد المرض
وراه دفنتها في واحد البلاصة بعيدة. هنا خوتها شكروا برصيصة على هاد العمل ومشاو بحالهم. ولكن الشيطان ما كيحبسش هنا، الخطوات ديالو باقيين مستمرين. مشى عند خوتها في الليل وراهم في الحلم ان راه الاخت ديالهم مدفونه هي وواحد الولد ديالها في واحد البلاصه بعيده. الصباح غادي يفيقوا ديك الخوت، غادي يهضروا على نفس الحلم، غيمشيو لديك البلاصه، غيحفروا، غيلقاو بالفعل الاخت ديالهم ومدفون حداه واحد الدري صغير. هنا غادي يمشيو عند ديك برصيصه وغيبغيو يخرجوه باش يقتلوه على ديك الشيء اللي دار بالاخت ديالهم. هنا برصيصه من شافوهم جاو لعندو تخلع بزاف وما عرفش شنو غيدير. هنا غادي يجي الشيطان ولكن بالصفه ديالو الحقيقيه، وهنا غادي يقول ليه انا اللي جيت لعندك النهار الاول في الصفه ديال ديك الرجل الصالح وقلت لك تهضر معاها. وهنا برصيصه ما عرفش شنو غيدير. هنا الشيطان قال ليه الا بغيتي نقدك من خوتها عندك حل واحد، انك تسجد ليا، ومن غتسجد انا غنقدك من خوتها. هنا برصيصه في الاول ما بغاش، ولكن الشيطان كيقول ليه راه خوتها غادي يقتلوك غادي يقتلوك، ما عليك الا تسجد ليا. هنا برصيصه من بعد ما شاف ان هذاك هو الحل اللي بقى ليه غادي يسجد للشيطان. ولكن الشيطان غادي يمشي بحاله وخوته غيدخلوا عليه وغيقتلوه. وهنا غادي تكون النهايه ديالو من عابد لله سبحانه وتعالى، كتنتهي الحياه ديالو انه ساجد للشيطان. هاد القصه الشباب كتبين الخطوره ديال خطوات الشيطان على الانسان بحد ذاته. وربي سبحانه وتعالى منبهنا في القران الكريم كيقولنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هاد الخطوات هي اللي قلت لكم في هذا الفيديو هذا. الخطوات الشيطان خطوه خطوه حتى يقد يطيح الانسان الله يسر بشي كبيره من الكبائر، بحال هذا الشيء اللي وقع للبرصيصه من عابد لله سبحانه وتعالى الخاتمه ديالو انه ساجد للشيطان. اذا شباب وصلنا لنهايه هذه القصه ونتمنى تستافدوا معايا في هذا الفيديو هذا. وكما كنقول ديما ما تنساونيش بلايك وكومونتير وبارطاجي مع لي زامي الا كان هادشي اللي كندير كيعجبك. وما تنساش دوز عندي الانستغرام وفيسبوك، كندير شي حاجه زوينه. ورمضان كريم يدخل عليكم بالصحه والسلامه. كان معكم خوكم عبد الاله عزوزي. السلام عليكم.